وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. والقرح ولابوا نداء الله يا قادة الفتح. أذيقوا العيد كأس المرارة والقرح ولابوا نداء الله يا قادة الفتح. وكل عدو يبتغي مس أرضنا ومن وصف الأصحاب بالذم والقدح. ستعلم يا حوثي إن دارت الرحى وسابق وقع السيف قعقعة الرمح. ستعلم يا حوثي إن دارت الرحى وسابق وقع السيف قعقعة الرمح. أنك واجهت بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات العفيفات وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحييكم أحبتي في الله أينما كنتم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متميزة بتميز ضيفي في هذه الحلقة وفي هذه الليلة المباركة التي سوف نكون معكم خلال هذه الساعة القادمة من هذا الزمان الذي نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا بإذنه تعالى، وأن يجعلها مخلصة لنا من النيران ومدخلة لنا بإذنه تعالى إلى الجنان، إنه على ذلك مجيب وليس عليه بعزيز سبحانه وتعالى. سبحانه هو العزيز القوي الذي يغلب ولا يغلب، ونسأله في هذه الساعة المباركة أن ينصر إخواننا في يمننا وفي شامنا، وأن يدحر الظالم المعتدين من الرافضة في كل مكان، وأن يجعل بأسهم بينهم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أحبتي في الله، ما زال الوضع هناك لإخواننا في اليمن السعيد في جبهتي كتاف وحجة أمور تسركم بإذنه تعالى وتسوء غيركم، تسوء عدو الله ورسوله أعداء الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر الضرب يأتي الصراخ كما يقال. فنسأل الله أن يمكن لإخواننا هناك في اليمن، وأن يكونوا يدا واحدة وضربة قاضية لهذا الحوثي الذي ما زال يتبجح بقوة، ولكن ليست إلا ضعفا، وهو كيد شيطان، وإن كيد الشيطان لضعيف. في هذه الحلقة أحبتي في الله يسرني ويسعدني أن يكون ضيفي أو ضيفي وضيفيكم في هذه الحلقة الشيخ عرفج بن حمد بن هضبان، رئيس مجلس بكيل للسلم والإصلاح، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن محمد الغزي الأديب والمحامي، وكذلك الباحث الشرعي، وكذلك المستشار الشرعي. فسلام الله عليكم منا ورحمته وبركاته ضيفي الكريمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكما. أنتقل وإياكم إلى هذا الفاصل ثم أعود إليكم. ونرفع راية إخواننا في دماج. هذه الراية مرفوعة يا إخواننا نيابة عن إخوانكم في دماج، يرفعها لكل القبائل الغيورين، أهل اليمن، أهل المروءة، أهل الشهامة. الراية السوداء، نساؤهم يقتلوا وأطفالهم ييتموا ورجالهم يقتلوا ومساجدهم تضرب وأحوالهم يشكى إلى الله ثم إلى أمثالكم. فهل من مجيب؟ فهل من ناصر؟ فهل من معين؟ الله 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 يا إخواني، قصرنا إن كنا قد قصرنا فلنكمل، ومن رد كما يقال ما كان شرد. فهبوا نصركم الله لنصرة إخواننا، وتناسوا الماضي بكل ما فيه، فإننا أمام حرب بين كفر وإسلام، دين فارسي جديد لا يمت إلى الزيدية بالصلة، الزيدية منهم براء ونحن والزيدية إخوان. إذا نعود إليكم أحبتي في الله مجددا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم مني ورحمته وبركاته.
ضيفي الكريمين، نعلم وأوجه بداء للشيخ عرفج الذي نقول له الحمد لله على السلامة، وحضورك يشرفنا ونسعد بلقياك في هذه الليلة المباركة، ولكن نتمنى أن تطلعنا على الوضع هناك وبما كان يعني آخر المستجدات في تلك المواقع، وخاصة جبهة عاهم وحجة كما يقال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن سعداء بهذه العودة الحميدة إلى هذا المنبر الشريف، وسعيدين كل السعادة بلقاء الشاعر والأديب والمحامي الشرعي والأخ العزيز. ونود أن نبدأ أولا وقبل كل شيء بالتحية من الأعماق إلى كل الأبطال، إلى كل الشجعان في الميادين، في ميادين البطولة، ميادين الشرف، ميادين التضحية، ميادين الإباء، ميادين الشهامة والكرامة، الذي تشرف كل من أتى إليها شرفا ما بعده شرف، شرف الأخوة، شرف الحنان، شرف النصرة، شرف الود في الأخوة الإسلامية الذي طالما حلمنا بها كثيرا من كيد الأعداء وتفرق الصفوف والنميمة والسعي في تفريق الأخوة. ولكن ولله الحمد هذه الطعنة الغادرة والماكرة من الدودة الذي تنخر في جسم الإسلام منذ القدم، منذ عرف التاريخ هذا الدين القويم، وهذه الدودة تنخر في جسم الإسلام ليل نهار. الإسلام الحق يريد أن يتخلص من كل الشوائب ومن كل الضغائن ومن كل المماحكات التي تفتك بالأخوة وتفت في عضد الإسلام. هؤلاء ينموها ليل نهار ويسعون لتفتيت الصف وتفريق الصف وتفتيت اللحمة والأخوة، ويسعون جاهدين لإرضاء أعداء الإسلام أينما كانوا، وبالذات كل من يدعي ويزيف بدعواها الكاذبة بأنه من أهل البيت وأهل البيت منه براء. فهذه الادعاءات وهذه الأكاذيب والأباطيل على أهل البيت سيلقون مصيرهم يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعلى كل أنا أكرر التحية لإخواني المرابطين على الثغور وفي الميادين، ميادين الشرف الذي طالما يسعد الإنسان إذا كان بينهم، فوالله إنه يحس بالطمأنينة ويحس بالشموخ ورفعة الرأس والكرامة والعزة، لأنه يذود عن عرض وكرامة أطهر نبيا في هذه الأمة، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي غاصوا في عرضه وشتموه وطعنوا في زوجته الطاهرة العفيفة رضي الله عنها أم المؤمنين، وما تركوا شيء من المنكرات اللي قالوها. طعنوا في عرض الرسول، طعنوا في صحابته، استنقصوا القرآن، والله سبحانه وتعالى حافظا لهذا القرآن، وأفادوا بأباطيلهم وبلاويهم الذي نسأل الله أن يخلص الأمة من شرورهم ومكرهم بإذن الله. شيخ عرفج، لعلي أنتقل وإياك والسادة المشاهدين إلى أرض الحدث هناك وإلى إخواننا هناك في جبهة عاهم وجبهة حجة، ومعي الأخ فهد الزعكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ فهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا ومشكورين على الاتصال. حياكم الله، ونعذرونا على الإطالة عنكم، ولكن
تعلمون أن والسادة المشاهدين كذلك أن سبل الاتصال قد تكون لديكم بعض الشيء صعبة، ولكن والله الحمد لله تمكنا هذه الليلة أن نسمع صوتك في هذه اللحظات، ونتمنى منك أن تفيد إخواننا المشاهدين ومن يهتم في هذه القضية بآخر المستجدات لديكم في هذه الجبهة، وما هو موقف إخواننا هناك، وكذلك موقف العدو الذي نعلم أنه الآن بدأ يترنح وفقد الكثير من قوته وكذلك عتاده وكذلك قاداته. والله الحمد لله ولله الحمد، معارك من بعد عيد الأضحى إلى يومنا هذا ونحن في اشتباكات عنيفة مع العدو الرافضة الحوثيين سبابة أصحاب رسول الله الطاعنين في القرآن الكريم ضد دين الإسلام. والحمد لله في هذه الأيام الحمد لله بأننا انتصرنا عليهم ودحرناهم كثير من المواقع. وقبل يومين أو 3 أيام وهم يطلبون الصلح من بعض الناس وتوسطوا بمشايخ من أجل الصلح على انسحابهم. وفي هذا الوقت قبل ساعة أو ساعتين وناس مشايخ يحاولوا الصلح بيننا وبينهم، ولكن نحن رافضين للصلح، أفراد وجماعات وقوات مجاميع ومشايخ رافضين للصلح بتاتا نهائيا حتى يسلموا الأسلحة الثقيلة للدولة، وحتى يرجعوا مواطنين صالحين، وحتى كذلك يزيلوا النقاط الموجودة في صعدة. والجب في هذه الأيام وقوف قليل عن إطلاق النار، والحمد لله نحن بعون الله سننتصر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. لكن أنتم نحن هنا أخ فهد الصلح هو مطلوب، لكن في هذه الوقت الذي قد اعتدى على المساجد واعتدى على كتاب الله عليهم من الله اللعائن تترى صباح مساء، كيف بهؤلاء الذين يتوسطون في حد من حدود الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم قال والله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها، وهي تعتبر سرقة كبيرة نعم، ولكن كيف لهؤلاء؟ كيف لمن يتوسط في حد؟ نود أن نوجه رسالة لهؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا بمداخل أخرى قد تأخذهم في الحياة الدنيا بعض الأمور التي هي للزوال. كيف بنا أن نرضى بهذه الوساطات؟ وما هو موقفكم الحق في هذا ومن تعودون إليه في حل وعقد هذه المسألة أخ فهد؟ والله موقفنا بأننا لن نصالح هؤلاء الرافضة نعم. حتى الممات نهائيا، ولا أتكلم باسمي إنما باسم أفراد ومشايخ وكل من يحب نصر الدين الإسلام ودين الله، وأن هؤلاء طاعنين في دين الإسلام وسبابة أصحاب رسول الله وزوجته، وقد خربوا المنازل وضربوا الأسواق وقتلوا الناس وأخرجوا الناس من منازلهم كما حدث في صعدة. وإننا بإذن الله تعالى سنقاتلهم لو ما يبقى معنا حتى الحجارة، لنرميهم بالحجارة، وبإذن الله تعالى سوف ننتصر عليهم وسوف نسحقهم وسوف نتركهم عبرة لمن تسول له نفسه للطعن في دين الله أو سب صحابة أصحاب رسول الله أو التجرؤ على أموال الناس ودماءهم. نعم نعم أخ فهد، وأنت في هذا الموقع وهذه الكلمات المبشرات نسأل الله أن يسددكم في الرأي. قد تكون يا أخ فهد هذه من بعض الخطط الصفوية التي يريدون فيها فكفكة ويعني تشتيت الصف المسلم في هذه الجبهات عندما علموا أنهم إلى الزوال. فهنا الحذر يا أخ فهد، والإخوة كذلك لا يخفاهم هذا الأمر. بإذن الله لا توجد أي خلافات بإذن الله تعالى، وإن اختلفت بعض الآراء فإنها لا يوجد اختلافات بتاتا في قتال هؤلاء الرافضة الحوثيين، والناس بإذن الله تعالى سوف يقاتلهم صغير وكبير بإذن الله سبحانه وتعالى، وسوف ننتصر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. أخ فهد، إخواننا على الجبهة
أخواننا الذين قاموا باحتلال كثير من المواقع التي كانت تحت سيطرة هذا العدو البغيض اللعين. نتمنى أن تطلعنا على أهم المواقع، على أسمائها، على مواقعها الاستراتيجية، حتى نعلم بأن الحمد لله العزة والقوة والمنعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ثم للمؤمنين كذلك. لو سمحت انتظرني قليل. المواقع التي قد أخذناها عليهم. نعم نعم. من بعد العيد أو من بعد العيد إلى الآن. نعم نعم، وهي المواقع الاستراتيجية التي كان يتبجح بها الحوثي ويقول أنه سيطر عليها وأنه والله المواقع من بعد عيد الأضحى المبارك إلى الآن قد سيطرنا على المواقع التي دحرناها، منهم منطقة الثمين منطقة الثمين ومنطقة مزرعة ومنطقة المقارة ومنطقة الحدين، وكذلك جبل دلدل وجبل وكل، وكذلك منطقة الراكب، وكذلك جبل الراكب، وكذلك جبل الشتير، وكذلك الشبكة والجرابي، وكثير من المواقع، وسوق عاهم، وكثير من المواقع التي لا أستطيع ذكرها الآن. كثير من المواقع، وهذه مواقع كبيرة فيها عدة مواقع، وقد دحرناهم وأخرجناهم إلى منطقة بودوار، حيث منطقته الذي هو متواجد فيها الآن. نعم، بارك الله فيكم يا أخ فهد. ولكن ما هي أخبار إخواننا هناك المصابين؟ وفي كلمة أخيرة حتى لا يضيق علينا الوقت، وبإذن تعالى تكون معنا بإذن تعالى في مثل هذه الحلقات، ونستبشر ونتفاءل بصوتك ونتفاءل بهذه الأخبار، ولله الحمد والمنة. في كلمة أخيرة ماذا تود أن تقول، وماذا تطلب أمام الأخوة الذين يريدون نصرة هذا الدين وعلو راية الإسلام هناك، وعلو كذلك كعب الإيمان هناك في هذه الأرض المباركة؟ أدعو جميع كافة المسلمين لمن يحب نصرة دين الله سبحانه وتعالى والدفاع عن صحابة الرسول وعن المسلمين وعن أموالهم وعن دمائهم أن يدعو لهذه الجبهة وفي جبهة كتاف بالنصر، وأن ندمرهم ويتم تدميرهم على يد جبهة كتاف وعلى يد جبهتنا بإذن الله تعالى، ونداء بالدعاء لنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله الثبات والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. آمين. بارك الله فيك يا أخ فهد، وسلامنا لك ولكافة إخواننا هناك، وندعو لكم في ظهر الغيب الآن وكل وقت أن ينصركم وأن يسددكم وأن يجمع كلمتكم وأن يدحر عدوكم وأن يجعله بإذنه تعالى غنيمة لكم وأن يمكنكم منه بإذنه تعالى. شكر الله للأخ فهد الزعكري المتحدث باسم جبهة حج شيخ عبد العزيز. وأنت في هذه الساعات أكيد الأديب لديه في مثل هذه المواقف ما يبين ويشرح ويوصف هذه المواقف البطولية، والذين يذكرون بأسلافنا من الآباء والأجداد وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه البطولات في هذه الجبهات. نود أن نسمع منك شيء شيخ عبد العزيز بعد أن تعلق على ما سمعت. أولا أحمد الله فالحمد له، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، سائلا الكريم أن يجعلني ووالدي وإياكم ووالديكم وجميع المسلمين من أولئك. يا شيخ خالد، الجراح لا تزال منكوءة، والآلام لا تزال متواصلة، وأقول وكلمة حق أقولها من خلال هذا المنبر بالنسبة لي ولضحالة ثقافتي، فما كنت أعرف دماجا إلا على لسان خالد الغامدي، فشكر الله له وجعل قوله وعمله في سجل حسناته. ونصر الله إخوتنا المجاهدين المرابطين الذين يذودون عن الحمى ويحمون الذمار ويحمون الأعراض، الذين يذودون عن حرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما فعله الرافضة ليس بغريب ولا عجيب في هذه الآونة وفيما سلف، ومن قرأ التاريخ واستقرأ التاريخ رأى العجب العجاب. الرافضة عموما أول مصيبة وقعت في أمة الإسلام أن تمالأت الصفوية الرافضة فاغتالوا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووضع لمغتاله نصبا يزورونه هناك في أيران. ثانيا هذه المصائب ما عمله عبد الله السبئي عليه من الله ما يستحق بما فرق به وما زرعه في نفوس ضعاف النفوس حتى وقع ما وقع بالخليفة الرابع رضي الله عنه وحشرنا معهم في جيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. الرافضة لا نستغرب منهم أي عمل دنيء ذميم قبيح، فهم أهل القبح وأهل الدمامة وأهل اللؤم ولا غرابة في ذلك. نعم، تفضل يا شيخ. في الحقيقة الشيخ قبلي حين تحدث ذكر عما ناله الرافضة من البيت الطاهر المعصوم، ولدي قصيدة ليست بالطويلة في الذب عن حرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القصيدة الأم التي بعثها وأوجدها بعد الله خالد الغامدي في نفسي فسال بها قلمي. إن تأذنوا بقراءة القصيدة التي فيها ذب عن حرمات رسول الله سأبدأ بها. تفضل يا شيخ. أماه عذرا لا يخفى ما نال به عاسر لا ياسر، والمبغض لا حبيب لا أحبه الله ولا يسر أمره، كشفه في الدنيا والآخرة إذ خدش كرامة لا تخدش، ونال من حرمات صانها الله وحماها الله. وبحق قلت هذه القصيدة وهي جهد مقل، أرجو الكريم سبحانه أن يجعلها في سجل الحسنات، وأن يجعل ثوابها لوالدي ولي ولكل مسلم. القصيدة بعنوان أماه عذرا. أماه عذرا فما الأعذار تكفينا، وليس إلا بريق السيف يسلي أشفينا. أماه عذرا فما عذر يبرئنا إن لم يؤكد بما في القوم يرضينا. أماه عذرا وما الأعذار موفية حق الأمومة لو جاءت بلايينا. أماه عذرا فما التنديد لو كتبوا إلا عواصف صيف في بوادينا. أماه عذرا أرى التنديد منقصة إن لم يتوج بما ينفي الصدى فينا. ما كان يكفي ولا يشفي مواجعنا مما دهينا به إلا مواضينا. هي الشفاء لأدواء النفاق إذا طغت وقام بها بالإفك قالينا. لو أنها أشرعت في كل مؤتفك لما بدا النغل في الأقذار يرمينا. يا صرخة الحق دوي في مسامعنا لعلها من سبات الموت تحيينا. أماه وحر قلبي من تبلدنا يكاد يحرق بالغيظ الشرايين. إن لم نغر غيرة للدين صادقة أين العروبة بل أين المحامون. إن لم نذد عنه ميتا كيف ننصره، إن لم نذد عنه ميتا كيف ننصره حيا. فهبوا فإن الله داعينا. أيجرأ الأفن تصريحا بفريته لو كان يخشى بنا قوما ميامينا. جزاء من نال منا في عزيزتنا قتل وصلب وأهل الإفك ينفون. بذاك ندرك مهرا عز مطلبه وفيه يحمى الحمى ممن يصولون. تالله
لو أمسكت يمناي لبته لآب أو أبت في الأجداث مرهونا. أقل أحواله في النار نحرقه أو لا يقطع أوصالا بما دينا. تبا له بل وتعسا بل وموبقة قصرت ستبقى الدهر ملعونا. ما أنت ياسر لا يسر نعمت به ولا حبيب ولكن شرنا طينا. جمعت والقبح فيما قمت تعلنه كفرا بواحا وتشويها لماضينا. بيت النبوة بيت السوء تلحقه ذما وإفكا وقذفا عشته حين تنال من أمنا جهرا وتنسبها للإفك فاخسأ عدو الله مأفونا. فتلك برأها الرحمن طاهرة من كل عيب وإن زكى المزكون ليست على حاجة في ذاك تزكية. والله أكرمها فاختصها عينا واختارها في نساء الخير سلوته وفاض في حجرها إذ فاض مأمونا. ألم يقلها بيانا بين نسوته كف من القول إن القول يؤذينا. أحب كل نساء الأرض لو عقلوا إليه عائشة الصديق تعيينا. الطيبات لباس الطيبين ومن مثل الرسول زكى عرضا وتحصينا. من دونك النفس بل والعرض نعرضه وقا لعرض رسول الله هادينا. لبيك أماه يا زوج الرسول فدا لعرضك الدهر عرض عاش مصيونا. لبيك يا أم أهل الأرض قاطبة من مؤمنيها رعاة أو سلاطينا. يا عاسر الأمر يا بيت النفاق ويا بيت الدناءة تصريحا وتضمينا. أتثلب الشمس إشراقا بطلعتها أو تثلب البدر نورا أسعد الكون. يا عصبة البغي أفراخ الضلال ويا من قد كفيتم بعقر الدين صهيونا. كنتم بلاء على الإسلام ديدنكم تشويه بيت نبي الله آسينا. لو كنت تؤمن بالقرآن محتكما وبالرسول لما ألبسته رينا. لكنكم شيعة الشيطان معتقدا آذيتم الله حقا والنبيين. إني لأسمع قول الله أحسبه إياك يعني وليس القول تخمينا. ويل لمن قام يرمي المحصنات هوى فكيف في أمنا يا كلب خامينا. والسلام عليكم. عليكم السلام. الله يحفظكم يا شيخ ويحرمكم على النار بهذه الكلمات التي قد يكون وقعها عليهم والله أكثر وأبلغ من الصواريخ والقذائف، لأننا نعلم بأن هذه عقيدة وتعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لزوجاته الطاهرات العفيفات الذي الله سبحانه وتعالى تكفل بطهارتها وأنزل فيها 16 آية تتلى إلى قيام الساعة في هذه الطاهرة العفيفة. ولكن هو قد خسر وخاب في الدنيا والآخرة، فله من الله الجزاء العظيم في الدنيا والآخرة. أنتقل وإياكم أحبتي في الله وضيفي الكريمين إلى جبهة القتال، إلى أرض البطولات، إلى أرض الرباط والجهاد، إلى جبهة حج، إلى جبهة كتاف هذه اللحظات. ومعي من هناك أخي أبو محمد. السلام عليكم يا أبا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا محمد. ونحن في هذه الليلة نحتفل ولله الحمد والمنة، بل نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الكرم الذي أكرمكم هناك باصطفائكم لهذه المواقف. وكذلك سمعنا من إخواننا قبل قليل من أخينا فهد الزعكري هذه الأخبار السارات والمبشرات المفرحات. نتمنى أن نسمع منكم وأنتم كذلك لكم قدم السبق في هذه الجبهة، ولكم ولله الحمد والمنة هذا التكاتف العظيم وهذا التلاحم الكبير. نتمنى أن نسمع منك يا أبا محمد ما إن شاء الله يثلج الصدر ويرفع هممنا هنا، وأنتم لا تحتاجون، أنتم ولله الحمد والمنة فزتم ورب الكعبة. الحمد لله رب العالمين. نبشركم أن الأمور تمشي ولله الحمد والمنة على ما يرام،
وأن الله جل وعلا قد أخذ هذا العدو الذي هو عدو لله قبل الناس وعدو لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعدو للأمة الإسلامية جمعا. فالله جل وعلا قد أخزاه وقد أذله وقد نصر أهل الحق الذين يدافعون عن عقيدة التوحيد ويذبون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرض الصحابة الميامين. والحمد لله جل وعلا أن الجبهة هنا في تقدم، وكل يوم وهم يوقعون وينكلون بالعدو أشد الضربات وأشد الجراحات بفضل الله جل وعلا. ما تقدمنا يوما من الأيام إلا ويعني تحقق لنا بفضل الله جل وعلا ما نريد، إما من السيطرة على بعض المواقع أو من تجمع لهم ثم نغزو لهم غزوة يقتل فيهم من يقتل حتى بعضهم يذبح بالسكاكين ويرجع رجالنا، والحمد لله جل وعلا سالمين غانمين بفضل الله جل وعلا. وإن حصل بعض الأمور فهذا شأن الحرب لا شك. فنبشركم ونبشر كل إنسان أن هذا العدو الحوثي دحره الله جل وعلا وكشف عواره. الحمد لله، هذا فضل من الله. الحمد لله والله أكبر. وهذه والله الحمد لله هذا الاصطفاء لكم. ولكن أبا محمد، أخواننا في الجبهة ما هي أخبارهم؟ كذلك نتمنى أن نسمع عن إخواننا المصابين، أما من قد انتقلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فقد انتقلوا إلى رب غفور رحيم، ونسأل الله لهم الشهادة والفردوس الأعلى من الجنة. وكما ذكرت هذا هو حال الحروب، وهذا ولله الحمد كل شيء إلى أجل مسمى. لكن إخواننا المصابين في هذه الجبهة لا شك أن لديكم بعض المصابين، لديكم بعض الأمور التي تودون أن تطرحوها في هذه اللحظات. عندنا بعض المصابين في هذه الجبهة. نعم. منهم من الحمد لله من الله عليه بالعافية. الحمد لله. ومنهم من يحتاج إلى بعض المعاينة وبعض العلاجات في بعض المستشفيات. نعم. والحمد لله رب العالمين حالتهم مستقرة وهم طيبة أنفسهم بما كتب الله جل وعلا عليهم، وهم والله متحملون. ولو أن يبقى في نفس الجبهة بعضهم نقول عنده إصابة تعال إلى المستشفى يقول الحمد لله عالجوني بما يسر الله في هذا المكان، ولا يريد أن يغادر هذا المكان. الله أكبر. ولكن بعض الجراحات البليغة كيف يغادر يا أبا محمد؟ أقول كيف يغادر هذه الجبهات، هذا الكرم وهذه الراحة التي نعلم أنكم والله قد تكونوا في عالم آخر لا نعلمه نحن من السرور والانبساط والانشراح. نسأل الله أن يزيدكم من نعيمه. طيب، هل هناك كما سمعنا في جبهة عايم حجة هناك، هل هناك وساطات؟ هل هناك بعض الأمور؟ نعلم أن قوى الحوثي وعتاده ورجاله الحمد لله بدأوا في التناقص ولله الحمد لله في إعطاء كثير من آلياته واغتنامها، ونعلم أنه الآن يهجم على كثير من القرى في صعدة، وكذلك بأخذ المقاتلين والرجال عنوة وبالقوة. هل دخل في الموضوع بعض الذين يريدون التخذيل، إذا صح التخذيل، ورد إخواننا هناك من التقدم ولا نعلم؟ هل وصلكم شيء من هذه الأمور؟ والله تجد أن لكل إنسان محب ولو كان صاحب شر. تجد في يعني العجب أن بعض الناس من لهم أغراض يعني دنيوية تجد أنه يحب هذا الحوثي لأنه يخدمه ويخدم كل يعني صاحب شر. فمنهم من يعلم على الضربات وعلى الجراحات التي في صف الحوثي فتجده ربما يدندن ببعض الأمور، ولكن الحمد لله أن لا نعلم الآن ببساطة صادقة يعني قد تكلمت بما يقربها إلى الله جل وعلا. بعض الأمور دخلت ولكن وساطات لا يعني لا تتكلم بحق، وإنما تريد أن يعني ترفع عن الحوثي الضربات وتريد أن ترده إلى الحياة كما هو حاله من قبل مع الدولة. كلما أوشك على الانتهاء تدخل من الوساطات التي يعني تحب الحوثي حتى يجمع الحوثي قواه ويعاود نشاطه. ولكن في هذه المرة الحمد لله إما الناس في هذه الجبهة أو في جبهة عاهم كلهم على أحد الحسنيين، إما النصر أو أن الشهادة. ونسأل الله أن يحقق لنا السلامة والمغنم والنصر على هذا العدو الذي هو عدو للإنسانية وللدين وللناس جمعا.
آمين آمين. نعم، نسأل الله لكم النصر وله الخيابة والخسران بإذن الله تعالى. نهاية هذه المداخلة أبا محمد، في كلمة أخيرة، ماذا تود أن توصل لإخوانك هنا وهناك، وما هي متطلبات مثل هذه الجبهات، وماذا ينقصكم في مثل هذه المواقف، نحن نعلم بأنكم تقومون عن الدفاع عن الأمة، ليس عن اليمن فقط وعن صعدة، بل والله عن الأمة بأكملها، وأنتم بوابة أمان لهذه البلاد العظيمة، بلاد الحرمين الشريفين، التي هي مهوى وملك كل مسلم على هذه البسيطة، ليست مخصوصة لأحد، وإنما أنتم تدافعون عن عقيدتكم، عن مقدساتكم أبا محمد. فماذا تحث إخوانك المسلمين في أصقاع الأرض في هذه اللحظات؟ أولا نشكر هذه القناة الطيبة التي هي يعني جهدها ومحور ارتكازها يعني كل قواها تسلطها مدافعة عن الحق وإظهارا للحقائق التي عند هذا العدو الخبيث الذي هو كما أسلفت عدو للإسلام وللمسلمين. وثانيا يعني نشكر يعني كل من تعاون معنا من جميع أصقاع الأرض. وأما بالنسبة لهذه الجبهة فهي جبهة قتال، الناس يعلمون ما تحتاج جبهة القتال. كل لو أتى بطعام فهذه الجبهة تحتاج إلى طعام، أو أتى بسلاح فهذه الجبهة تحتاج إلى السلاح، أو أتى بملابس فهذه الجبهة تحتاج إلى كل شيء، برجال تحتاج إلى رجال. وهذا كما قلت في هذه الجبهة نحن نعتقد ونكلم مقاتلينا ونخبرهم بأن في هذا المكان نمثل الإسلام والمسلمين، في هذا المكان ندافع عن بيت الله الحرام، في هذا المكان ندافع عن المسجد النبوي الشريف، في هذا المكان ندافع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ندافع عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم، ندافع عن صحابة محمد بن عبد الله، ندافع عن الجزيرة العربية جمعها، لأنه هذا العدو ليس هدفه هي صعدة أو هدفه هي منطقة، وإنما هدفه هي الجزيرة العربية، وهو كما تعلمون أنه يد لقوى وسياسات خارجية هدفها أن تذل المسلمين وأن تسيطر وتهيمن على مقدساتهم وعلى أمورهم. فنحن نناشد كل صاحب دين، كل صاحب حكمة، كل غيور على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل غيور على عرض محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل غيور على كتاب الله، أن يمد يد العون لإخوانه في هذا المكان الذين ليس لهم هدف دنيوي ولا سياسي، ولا إنما هدفهم هو أن تعلى كلمة الله وأن يذل أعداء الله. فنحن نطالب الجميع ذكرا وأنثى، صغيرا وكبيرا، تاجرا وصغيرا، أن يمد يد العون لإخوانه ولو بالدعاء، فنحتاج إلى الأمر كله. نعم، شكر الله لك يا أبا محمد، ونرسل لك التحية والدعوات بإذن تعالى من هذا المقام، وفي علم الغيب بإذن تعالى، وفي ظاهر الغيب كذلك ندعو لكم بالنصر والتأييد والتمكين، فنسأل الله أن ينصركم وأن يوحد كلمتكم وأن يأخذ بأيديكم إلى الحق ويأخذ بسواعدكم، وأن تكون ضربة قوية لهذا الحوثي الذي هو كما ذكرت ذراع لهذه الدولة الصفوية التي تريد بالإسلام أجمع، وليس لدولة معينة ولكن بالإسلام أجمع، تريد له الانهيار، الهيكل الإسلامي والجسد الإسلامي تريد له هذا الانهيار وهذا التآكل. نسأل الله ألا يمكنهم وألا يحقق لهم غاية في هذا المطلب. شيخ عرفج، وأنتم في هذا المقام ترأسون مجلس بكيل للسلم والإصلاح، هل ترى في هذا المقام، ونحن نعلم بجرائم هذا الحوثي من من قديم الزمان وما زال وسيستمر على عقيدته إذا لم يتب ويعود وينوب إلى الله سبحانه وتعالى، هل ترى في هذا المقام أن الصلح والواسطات تجدي في هذا الموقف؟ وكيف بنا بتلك الجرائم أن تدثر، ومن ينادي للإصلاح والوساطات؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الحقيقة شكر الله لأبو محمد وللحاضرين والمستمعين، قال ما فيه الكفاية والأمر وما فيه
كما يعلم الكل أن وضع الحوثي لا يقتصر إلى هدف معين يوقف عنده الصلح أو يصل إلى طريق واضحة ويتخذوها الناس ويأخذوا بها. نعم. ولكن هذا طريقته هو طريقة المخادع وطريقة التقية، وهي معروفة عند الروافض، أنه يكذب ويراوغ ويلف ويدور ويشوف الفرصة المناسبة وينقض على خصمه، لا يبالي ولا يأبه لا لصلح ولا يعني عهود ولا مواثيق. هذه كلها لا تعنيه في شيء. عندما يشوف فرصته ويحين الوقت المناسب له انقض على فريسته، لا يبالي لا بصلح ولا عهود ولا مواثيق. فهذا يجب أن يفهموا الناس هذا الشيء ولا يسيروا في هذا الفلك مهما كانت الأمور، لأن الصلح لا يجدي معه أبدا على الإطلاق. فالمؤمن كيس فطن، يجب أن يفهموا وهم فاهمين كل الناس العقلاء أن الأمر لا يستدعي الصلح مع هذا العدو طالما وهو مدفوع من إيران ومن دول أقليمية خارج المنطقة. فهو يسير كالريموت، يصل إلى هدف بهذا الوقت بهذا الشكل أو الطبيعة الأخرى. فيجب الناس يتيقظوا لهذا الأمر ولا يخوضوا في هذا المجال أبدا. نعم. أنتم كدور يعني في مثلا المجلس بكيل وكذلك اجتماعاتكم مع بعضكم كمشايخ قبائل، ولكم الكلمة ولكم هناك بعض الآراء التي قد تعلمون الآن ولله الحمد والمنة علم خطر هذا العدو، وهو العدو الآن عرف بالألف واللام، العدو هو. نعم. فاحذروا. فالآن هنا لا بد الحذر. كيف نوصل وكيف لهؤلاء الذين يريدون، وكما ضبطها الأخ فهد بأن هناك مصالح دنيوية لمثل هؤلاء، هل يعذرون في مثل هذه المواقف التي تمر بها اليمن؟ أو هل الصلح في هذا الوقت لأهل اليمن والشعب اليمني في هذا الوقت قد يكون هناك مصلحة أو بصيص مصلحة له؟ الأمر ما فيه، إن كان وجد الدولة بما تعني الكلمة دولة تضبط كل من أراد أن يشذ أو يتخذ مواقف خارج دائرة البلاد أو يعتبر يعني مطية شيطان لشيطان أكبر يوقع البلاد في هاوية، فلا تكون معها المهادنة ولا الصلح إلا إذا كانت هناك دولة كما قال الأخ فهد يعني تلتزم وتلزم وتضبط وتجمع الطاغية والإنسان المستبد يعني الإنسان المتشرب أفكار الغير ويريد أن يفرضها كسرا على الناس. فإذا وجدت دولة بمعنى الكلمة فيها مرحبا. نحن لا نمانع في الصلح الحقيقي التي تكون الدولة هي ضامنه الموقف وتقصي هذا الشخص وأتباعه وتسحب منهم السلاح وترد مظالم الناس وتأخذ على من أغتال الأبرياء ومن انتهك الحرمات. عندما تأخذ بهذا فنقول يا مرحبا هناك دولة ونرى أن فيها يعني الكفاية. نعم. هناك سلطان. نعم. ما دام السلطان غائب فلا بد للدفاع عن العرض وعن الكرامة وعن العقيدة عقيدتنا وعن مواقفنا الذي لا لنا يعني تراجع عنها أو تقاعس أبدا مهما كانت الظروف. الله أكبر. يعني شوف يعني يجب أن يفهم الحوثي ومن وراء الحوثي اللي طالبنا المطال لو نصل يعني جيل وراء جيل ونحن نقاتل لن نتردد أبدا. لو يفنى جيل ويظهر جيل فالله غير على دينه وأصحاب العقيدة الصافية سيكونوا له في المرصاد في أي وقت وفي أي زمان ومكان. 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة إلى حتى أن تنتهي هذه النبتة الخبيثة أو يأتي السلطان المرتقب لهذا الأمة للشعب اليمني ويأخذ بزمام الأمور ويضع كل شيء في نصابه. فهذا عبارة أن احنا وسدنا الأمر لمن يستحقه.
نعم. وكيف بشعب اليمن والرسول صلى الله عليه وسلم قد زكاهم بالحكمة والإيمان، كيف لهم أن يسكتوا عن ذلك؟ وهو والله هو المشهد الذي نشاهده الآن لا يحتاج أن القول، وإنما القول والفعل. نسمع هنا في منبر هذه القناة، وكذلك نسمع من هناك من أرض القتال والجبهات كيف إخوانكم هناك يسطرون أروع البطولات وأقصى الضربات على هذا العدو، نسأل الله أن يدحره. شيخ عبد العزيز، في هذه المواقف أكيد لكم بعض القصائد وبعض في هل نظمتم قصيدة في هذا الحوثي العدو الذي يتربص بالأمة بأكملها؟ نظمت قصيدة، وفضل هذه القصيدة يعود إلى من عرفنا على دماج. وفي الحقيقة قبل أن أبدأ في القصيدة أقول رسالة إلى إخوتي: يا أصحاب السنة ويا زيدية اليمن، أناشدكم الله الوقفة الرجولية لإخوتكم الذين استنصروكم في الدين. يا إخوتنا سنة وزيدية، والله ما هذه الحوثية إلا وباء وداء عضال يجب استئصاله، لا التسامح ولا المصالحة معه. طعنوا في دينكم، طعنوا في أمكم، طعنوا في من نقل الوحي إلينا، أرادوا ديننا على دينهم. خزعبلات صلاة كصلاة المجانين، وصوم كصوم المعتوهين، وحج كحج من لا يفقه ولا يعقل. يا شيخ خالد، والله لا نجتمع معهم إلا بالإنسانية، أما في الدين فوالله لا نجتمع. زكاتهم الخمس، يؤخذ من الضعيف أو من الغني وينتفع به المعمم. صلاتهم مكاء وتصفيق وضرب على الأفخاذ. صيامهم لا يخفاكم كيف يخالفون إذا غربت الشمس، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الإفطار، هم لا يفطرون ذلك الوقت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أرادوا في الحقيقة لن يكونوا إخواننا حتى يتوبوا ويعلنوا ويؤتوا الزكاة على وجهها ويؤدوا الصلاة مع جماعة المسلمين. أما وهم على هذه الحالة فوالله أنا أناشد أبطال اليمن: يا أبطال اليمن، يا أساد اليمن، يا أحفاد عمرو. ومن عمرو؟ عمرو صاحب الصمصامة، عمرو الذي ما وصف رجل فماثل عمرو، عمرو الذي بلغ 100 وفي معركة القادسية يكر يصول ويجول ويضرب في الصمصامة، ولما أن سقط جواده وسقط أخذ يضرب جياد الكفر مع أكرعها حتى بقيت عنده أكداسا. فلما وصل إليه قومه وإذا الخيل قد داست منه ما داست وكان مزبدا، فقال: يا قوم، كدتم أن تفقدوا أبا ثور، ومن لكم بأبي ثور؟ من عمرو هذا؟ من عمرو؟ هم أهل اليمن، هم أساد اليمن، هم أبطال اليمن. يا قومنا أهل اليمن، ويل للقعدة، ويل للقعدة، ويل للقعدة. أيبقون مع النساء؟ أتبقون مع النساء أيها القعدة؟ أشرف الميادين وأفضل الميادين وأعظم الميادين ميدان الجهاد والطراد والصراع. هل هناك أشرف من صهوات المجد؟ إن صهوات المجد تجتمع في لقاء الأعداء. ومن هؤلاء الأعداء؟ أعداء الله، أعداء رسوله، أعداء كتابه، أعداء أمة الإسلام. الماسونية العالمية هي العقل المدبر للصفوية، والصفوية لها 3 أذرع، وكما تفضل الشيخ خالد: ذراع رأسه في سوريا، وذراع الآن تغرسه في اليمن، وذراع عند من؟ عند عدو الله، نصر الشيطان، وكما يسمى نصر اللات، حسن نصر الله، ومعاذ الله أن يكون نصر لله، معاذ الله، هو حرب لله ولرسوله. وويل لنا إن انتصر حوثي اليمن، وويل لأمة الإسلام أن انتصر بشار
عدو الله وعدو رسوله. وأما في القصيدة يا شيخ خالد فالقصيدة طويلة، إن كان بالإمكان أن تطرح أسئلة على الشيخ. نعم تفضل. أبدأ بقصيدتي. طيب تفضل يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دماج لبيك لبيك يا من على نأي ينادينا، كم أنة أرسلت في الكون تشجينا، أشجى فأشجي فيبقى الهم معتملا بين الجوانح جمرا بات يكوينا، كم آلمت غيرنا شهما فأن لها لواقع عاشه أشجى الخليين، فأجمع الكل في قول يوحده دماج لبيك ما لبى الملبون، نبض الفؤاد وإحساسي وملهمتي كم ألهمت قبلنا شما عرانينا، دماج يا معقل التوحيد جنته وروضة الفكر إلهاما وتمكينا، الله يشهد حقا لا مراء به أننا نتوق وإن ضاقت مساعينا، إن يعجز القول تبيان لمضمرنا نحو الجهاد فما شحت مآقينا شوقا إليه، وذاك الشوق أطره حكم الشريعة لا ما جاء تخمينا، كم آلم الصيد يا للصيد صيحتها لكنهم صفدوا عما يرومون، يا خالد كم أهجت الشدو متقدا في الصدر تذكيه إذكاء مواضينا، يا خالد قد نكأت الجرح مندملا في خافقي حين ناقشت العناوين، وقلت والقوم في لهو وفي دعة يا ليت شعري متى قومي يفيقون، أسمعت لو أن فيهم بعد مستمعا يعي وقد وحلوا والجد يدعونا، وغربة الدين وجرحاه وألمي مما نشاهده فيما تلاقونا، وأحر قلباه من قهر أعيش به تحسرا أن أرى قومي يبادون، وقد بدت بيننا يا للأسى حجب تلك الموانع تقصيكم فتقصينا، بين الحصار وبين القتل أحسبهم يا أيها القوم ولهفاه يقضون، قد ابتلينا بمن في الدين دعوتهم جاءت بنقض عرى الإسلام تقنينا، قوم على الدين عاشوا في تقيتهم زورا وإفكا وتضليلا وتضمينا، عاشوا على ذاك أعواما مخادعة حتى بدا بينهم ما كان مدفونا، فكشر الغول عن أنيابه بطرا مستنصرا بالثلاث قام يغزونا، وقد تمادى بما أعمى بصيرته أما درى أننا للغول باقونا، جاءوا بمذهبهم كفرا بمذهبنا يقوض الدين ما جاءوا به دينا، يستبدلون بدين الله دين هوى وفي القبور ضلالا يستغيثون، يا عصبة البغي أحزاب الضلال ويا معاول الهدم كفوا أن تؤاذونا، ليس الدعاء سوى لله منفردا توحيده ما أتى فيه النبيون، يدعون لله ندا في توسلهم وفي الطواغيت ما عاشوا يطوفون، قاموا على الشرك في شتى عبادتهم وفي الشدائد للموتى يضجون، شركا صراحا تعالى الله قدسه كل الوجود وهم في الشرك يغرون، أحيوا لنا مذهب التثليث فلسفة على خلاف الهدى كفرا يصرون، ثالوثهم أصله دينا ومعتقدا ما كان للسبأ إذ لا يدينون، تبت يدا جبتهم طاغوت مذهبهم وليهم ما أتوا والله والينا، حوثي صعدة نصر اللات لا نصرا كم قد أضل بما جاء به مينا، يا خائني
أمة الإسلام قاطبة، والآل والصحب والمهدي آسينا، أوقدتما نارها تصلى على لوث لا ينجلي قبل زحف أو تماتون. ما حل حوثيها أرضا فطاب بها أمن، وما كان محمودا ومأمونا. جربتها في ربا جازان مخزية، واليوم تطعمها صابا وغسلينا. ستعلمون إذا يحمى الوطيس بنا أننا نقوم لها إذ تستكينون، ونصطلي في لظاها حين تنفرها نفار من أسلمت سقبا وتنينا. نمري لها الحلب إكراها تدر به ظفر المنية مهما تستقيلون. يظن حوثيها في بغيه أملا، كلا سيرجع في مغزاه مغبونا. أوقعت قومك يا حوثي حيث بدا من حاث باثا، بوار فيه تصلون. سنخطم الأنف أنف البغي خطمته، كما بها نخطم الشهب البراذين. ضربا يعود به المسعور منجحرا من حيث جاء كليل الطرف مقرونا. ونضرب الكبش كبش القوم ضربته خسفا، يلقنه الحوثي تلقينا، حتى يشرد في الحوثي خلته، أو أن نراهم إلى رشد يفيئون. هذا بعض من القصيدة. نعم، جزاك الله خير شيخ عبد العزيز وشكر الله لك. كلمة أخيرة في ثواني معدودة شيخ عرفج حتى نختم بها بإذن الله تعالى. أولا نشكركم شكر جزيل بعد الثناء والشكر لله سبحانه وتعالى على وقوفكم على هذا المنبر الكريم، والذي نرى أن الصفوية والفارسية سخروا 83 قناة لنصرة أتباعهم في اليمن وفي سوريا وفي كل مكان. نعم. ونحن لن نسمع إلا هذه القناة الكريمة وأشباهها من أدى مقاطع بسيطة. نعم. فكلمتي الأخيرة، أنا أعاتب وأنب وأعاتب مشائخ هم يعرفوا أنفسهم. نعم. من مشائخ اليمن. نعم. الذين سادهم الصمت، يا أما أحداث اثنتين. نعم. ونختم يا أما خوفا. نعم. أي نعم. أو ولاء للحوثي. نعم. أشكر لك شيخ عرفج بن حمد بن هضبان رئيس مجلس بكيل للسلم والإصلاح، وكذلك الشيخ الأديب عبد العزيز بن محمد الغزي، وهو محامي ومستشار شرعي، على هذه الكلمات النيرات نفع الله بها. ونهاية هذه الحلقة أحبتي في الله، نتمنى أن نكون قد أسعدناكم بهذه الكلمات التي هي والله نصرة ونصرة لإخواننا هنا وهناك، وحسرة وألما لهؤلاء المعتدين الغاشمين. أتمنى أن يكون في العمر بقية، فألتقيكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، ومعا مع دماج بإذنه تعالى ومع صعدة، وبإذن الله ضربة قوية لهذا الحوثي فيندحر ويعود إلى الصغار والهوان كما بدأ، فهو لا شيء وسيعود إلى لا شيء. ألتقيكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين، يا أهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد، ويا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين. يمة الحوثي دوينا قدم كل العباد، في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين، ولجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد. يا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين، يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد، في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين، ولجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد. ما نهاب الموت والله يعين المستحين، وبإذن رب الكون ندعى الرموز أهل الفساد. قدم ربعي كل قاسي لزوم انه يلين، والله انه ما يضد العناد الا العناد. خابرين فعول ربعي وبوجه المعتدين، انشد اللي عاين بوايله قد حزناد. قدم ربعي كل قاسي لزوم انه يلين، والله انه ما يضد العناد الا العناد. خابرين فعول ربعي وبوجه المعتدين، انشد اللي عاين بوايله قد حزنات. دمعنا بالمعركة يشبه الطود متين،
ما تزعزعها الروافض وزايد بالركاد. قلعة السنة ترى دونها السيف السنين، كد ربعنا حسين مع بدر في يوم الهجاد. قلعة السنة ترى دونها السيف السنين، كد ربعنا حسين مع بدر في يوم الهجاد. وما بقى الا واحد من بقايا الكافرين، الولد عبد الملك عقبه تطهر البلاد. وابشري يا قلعة الدين بكره زاحفين، والوعد دماج والعين عافت للرقاد. وابشري يا قلعة الدين بكره زاحفين، والوعد دماج والعين عافت للرقاد. لا مشينا يشبع الطير مع ذيب القطين، لا مشينا يشبع الطير مع ذيب القطين. ما نهاب الموت يلي تحبون الشهاد، علم الحوثي وقال له ترانا صاملين. يا اهل التوحيد هبوا وحيوا على الجهاد، يا خيول الاركب لا شمال لا يمين، يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد.